شو بدي اسوي فيكم؟ ايه. الله يكرمكم يا ست روشن، تحياتي اليك، انت فضله والله، والله انت افضالك سابقه. اليوم حديثنا راح يكون عن ما حصل في وادي المسيحيين. طيب يا اخي والله هسه ما حكيت شو بدك، تعال. ها. يلا. خير. خير، شو بدكم؟ شو بدكم؟ تفضل. ما بعرف لسه ما حكينا ولا كلمه عن الموضوع. تفضل اخي، مساء الخير. تفضل عزيزي. يا الو. طيب، شو الوضع يا جماعه يعني؟ بتشربوا بيره بتجوا تفكسوها على ابو خالي؟ شو قصتكم؟ محمد خالد، انت هذا اللي اسمك محمد خالد، ما هو محمد خالد صديقي ابو رسول، واحد ثاني. شو كان بدك حبيبي؟ طالب جست. خير. خير. خلص بدك اياه بعرف المواصلات. ما هو كل واحد يفقس برايته علي. ايه. شو اللي حدث معنا في وادي المسيحيين؟ وهل لأحمد الشرع رئيس النظام السوري مصلحة في ذلك؟ هل كان متقصد هذا الشيء؟ هل كان متقصد انه يضرب المسيحيين او يقتل مسيحي سوريا؟ هلا اللي بظن انه هو له مصلحة بيكون مهبولة، بيكون مهبول على الرسمة. هذا الرجل أكثر الناس معارضين لما حدث في وادي المسيحيين. ليش؟ طبعا مو محبة، لا أكيد لا. لأنه بيعرف عز المعرفة أنه إذا تم المساس بالمكون المسيحي السوري راح يقصوا إيديه وجريه. راح يقصوا إيديه وجريه. مين راح يقص إيديه وجريه يا حزركو؟ اللي سلموا سوريا نفسه. هذا المكون بالنسبة للغرب ولأمريكا ولدول المنطقة دماء غالية عليهم. دماء هذا المكون غالية على الدول الأوروبية. هلا للأسف، هلا أستاذ عامر تحياتي، للأسف وعم أقول هذا الكلام للأسف أنه باقي المكونات ما كان الموضوع مهم كثير بالنسبة لهم. قتل ما قتل من باقي المكونات، ما اهتم المجتمع الدولي ومرق له. مرق له، عداله. لكن إذا صار وتعرضوا لهجوم مشابه لما تعرض له العلويين ولا دروز، صدقا لحتى تتذكروا المشهد التمثيلي تبع الاستاذ سمير وقت اللي كان يقول انه ينزل التحالف هيك بالطيران بالبواريد يشيلوا بالشارع الاسد، تتذكروا هذا المشهد؟ صدقا بالله لا يطبقوا عليه. صدقا بالله نظامي ليفوت يطبقوا عليه. تتذكروا هذا المشهد الاستاذ سمير وقت اللي بيحكي شلون بده يفوت التحالف الدولي يشيل بشار الاسد من سوريا، بيلاقوه متخبي تحت التخت، وهذا اللي يلاقوه متخبي بالخزانه ما هو تحت التخت. نفس المشهد بيطبقوه عليه اذا بيقرب على المكون المسيحي. هلا بصير مشاكل، بصير واحد بيسقط هون، بقتل واحد باخطاء فرديه، هذا الامر لابد لا غنى عنه. لكن اعتداءات مثل ما صار مع المسيحي ولا مع الدرزي ولا مع العلوي، صدقا بالله بقصوا ايديه ويجري. طيب، ليش عم يصير هيك بسوريا اذا هو احمد الشرع ما ورضياه؟ ليش عم يصير عنده بسوريا هذا الكلام؟ لانه هذا الرجل يا عزيزي اشتغل بفتره معينه من تواجده بادلب على تأجيج الحالة العقائدية الجهادية. وقت اللي كان بإدلب اشتغل على تأجيج الحالة العقائدية الجهادية. ليش اشتغل عليها؟ لأنه كان بحاجتها. كان بحاجتها لحتى يجمع حوله حاضنة ويعمل لنفسه حاضنة. اليوم بده يخفف الحالة العقائدية لكنه ما حسب حساب المصداقية. وقت اللي بلش حاول يخفف هاي الحالة العقائدية وقال انه انتقلنا من فكر الميليشيات او من فكر المجموعات المسلحة الى فكر الدولة، فكان اعلان انتقاله من مرحلة الى اخرى. هذا الانتقال ما كان حاسب حساب هو مصداقيته. مصداقيته اليوم على المحك. مع مين مصداقيته على المحك؟ مع العناصر اللي على الأرض. ليش؟ لأنه العناصر اليوم يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون.
شو هو النبأ العظيم؟ تعال أقول لك شو هو. عم يختلفوا يا عزيزي إنه يقول أحدهم للآخر إنه هلا هذا هو محمد الجولاني اللي كان يقول لي بإدلب إنه العلوي والدرزي أعداء الدين والمسيحي يجب قتلهم لإقامة شرع لا إله إلا الله على الأرض. اليوم عم يقول لي إنه هدول إخواتك بالمواطنة. أشو المواطنة لك عين عمك؟ أشو هاي المواطنة؟ أشو هاي المواطنة؟ وامبارح كان يقول لنا إنه هدول لازم نقتلهم لحتى نقيم حد الله على الأرض ونعلي كلمة لا إله إلا الله. شو هاي المواطنة اليوم اطلع لنا فيها حبيبنا أبو محمد؟ فهون صار في عندهم هذول المقاتلين مشكلة. المشكلة إنه ما يظبط معه المواطنة، لأنه هذا الرجل ربى وحش. هذا الوحش مفترس، كان كل نهار الصبح يطعميه لحوم بشرية ودماء. لحم ني كان يطعميه كل نهار لهذا الوحش. اللحم هو الشحن العقائدي اللي كان يضخه بين أفراد هؤلاء المقاتلين الشباب. فاليوم صار يطعمي هذا الوحش لحم مطبوخ، ما توفي معه. هذا الوحش ما عاجبه، عم ياكل بس ما عاجبه. ليش ما عاجبه؟ لأنه بده دماء، بده دم، بده لحم ني، بده دم، بده لحم بشر. لحم البشر هذا كان مسموح له عند العلويين والدروز والمسيحية. انتقال الشرع لحالة الدولة منع هذا الوحش من الاقتراب من هذا اللحم. فاليوم اللي بيقول لك أحمد الشرع ما عم يحاول يصلح بهؤلاء، عم يحاول لكن لن يستطيع. ليش لن يستطيع؟ لأنه للأسف جدا هذا الفكر انتشر بالقليلة بين جيلين. في عنا جيلين ربوا على هذا الفكر. هذول الجيلين من المستحيل انك تنزع هذا الفكر من راسه، من المستحيل. وهؤلاء الجيلين بالقليلة راح يربى معهم جيلين. فالرحلة طويلة، الرحلة طويلة. اليوم في بعض الأصوات عم تنادي بتسليح المسيحيين في سوريا. كل إنسان ينادي بتسليح مكون وأعمال عسكرية في سوريا هذا مجرم يجب مقاضاته فورا بالدولة اللي ساكن فيها، وهذا يحرض على قتل هذه المكونات. لأنه اليوم في سوريا هذا الوحش البشري لا يمكن التعامل معه عن طريق هذا الوحش البشري الموجود اليوم لا يمكن التعامل معه إلا بطريقة السياسي، المحافظة على البقاء، البناء على ما بقي لديك لتجد أجيال تخالف الأجيال اللي بنيت على أساس قتل الآخر. هاي الأجيال اللي بدك تشتغل عليها بتبنيها على أساس العلم. هذا الأساس اللي بيكون قادر يسترد دولة السوريين ويعيد للسوريين. غير هذا ما هو إلا انتحار، قتل للسوريين. وهلأ سوف ننتقل إلى العلامة مولانا أبا أسامة ليخبرنا ماذا عن ذلك. أبا أسامة المحترم، تحياتي. مساء الخير أبو خالد. حياك الله يا أبا أسامة، تحياتي. تحياتي لك يا صديقي، كيف حالك؟ منور الأصفر. حبيبنا كيفك؟ يسعد لي مساك يا أبو خالد، تحياتي لجميع الموجودين. حياك الله. ايه دكتور نشاء، بعد ما ينهي الأستاذ عبد الرزاق بناخذ عاد مداخلات الشباب، ولو دكتور معقول؟ طمنا عنك يا أبا أسامة. بخير بخير، أشكرك. لا. أتمنى أن تكون أنت بخير، وأتمنى جميع الموجودين بخير. أنا عم انتشر وعم اتوسع، بس ما عم يشتركوا بالقناة. شو أسوي فيه؟
عملت قناه على اليوتيوب ما حدا مشترك فيها. طيب الاشتراك على قدر المحبة. اي معناتها ما حدا راح يشتري اذا هيك السالفه. من قلت المفروض الشرطه الله يرحمه اشتركوا لك انت وياه. من المفروض انه نص سوريا بتحبك. هيك لازم. من المفروض. شباب فوتوا على القناه عن جد اشتركوا فيها كلياتكم، لانه يجب ان نتوسع في الداخل. وهلا راح نعمل كمان قناه على الفيسبوك ويظبطوا معنا. نحن ندعو الجميع للمحاربه عن طريق الفكر. حرب الفكر، حرب سلاح، حرب مظاهرات، هذا اعلان قتل السوريين قولا واحدا. صح ولا خطا اخي ابو اسامه؟ لا شك. ابا اسامه ماذا يحدث في وادي المسيحيين؟ تفضل. لا يحدث في وادي المسيحيين اي شيء. الامور بخير، الازهار متفتحه، الشمس ساطعه، الفراشات تطير بين هذه الزهور الجميله والملونه، العصافير تزقزق، وهذا ما يحصل في سوريا كلها. ألا يقول السوريين هذا يا أبو خالد؟ أنا أسمع هذا عدة مرات كل يوم بأن الأمور بحال جيدة، ولكن الحقيقة هناك مشكلة صغيرة جدا. أعتقد أن كل شيء بسوريا قد يكون جميلا إلا شيء واحد، وهو العقل السوري يا أبو خالد، هو ليس بحال جيدة. بدي أرجع مثل ما تعودت علي يا أبو خالد، حيي الجميع واطلب منهم الطلب اللي ما راح مل وأنا أطلبه منهم، اللي هو التحلي دائما بالأخلاق. بصراحة أنا شايف إنه الأخلاق ممكن تكون هي الرابط الوحيد اللي هلق بالوقت الراهن يحافظ علينا كسوريين. فمن الطرفين بتمنى أنه يكونوا يتحلوا بأخلاق عالي. واليوم بالمناسبة على منصتي على يوتيوب عملت فيديو خاص بهذا الموضوع. قد يرى البعض بأنه هذا الموضوع هو موضوع يعني مو موضوع الساعة ويشوفه موضوع تافه، لكن أنا بالنسبة لي موضوع مهم جدا. بعتقد أنه اللي بيسقط أخلاقيا بعتقد أنه ما راح يقدر يصعد في أي مكان آخر. لهالسبب خلينا نتحلى بالأخلاق. لو كنا يعني بتعقيب مهم استاذ عبد الرزاق، هذا الطرف أو هذا الطرف. تفضل. طبعا هذا اللي تعلمناه منكم، كل انواع السقوط تكون سقوط تدريجي الا الاخلاق سقوط حر فورا. نعم هو سقوط واحد والى الابد، مره واحده. هو سقوط واحد والى الابد. فاللي بده يكون عنده مبدا فالمفروض انه يدعم مبداه باخلاق. هذا اللي انا بعرفه بصراحه يعني. على كل حال شكرا جزيلا لك يا ابو خالد، لانك بتفتح مواضيع يعني الحقيقه غيرك مو قادر انه يفتحها ابدا. شكرا جزيلا مره ثانيه. انا والله كثير بحس انه يعني بالامتنان تجاهك الحقيقه للامانه، هذا اعتراف. بس يا استاذ عبد اشكرك يا ابو خالد. احنا دائما استاذ عبد بنروح على المشكله ديريكت، ما بنلف حواليها. اوكي تماما. ولكن انا بالنسبه لي بشوف انه سوريا كلها بحد ذاتها في عندها مشكله واحده فقط لا غير. عندنا اللي بنجي بنناقش هاي المشكله بمكان، فهذا يعني انه نحن عم نناقش المشكله السوريه بكل مكان. يعني هلا بالوقت الراهن لو حكينا عن اللي صار بوادي النصارى، فبالضرورة هذا اللي صار بوادي النصارى بدي أذكركم أنه عم بيصير في سوريا من 9 شهور حتى اللحظة في كل مكان. ولكن بغياب الدولة ليس هناك أبدا من يفتش وراء الدماء، وليس هناك من يهتم بالدماء، وليس هناك من يقدر الدماء. الدماء بسوريا هي الأرخص على الإطلاق. ممكن تكون البلد غالي كتير والناس مستغلينها كتير، مستغلينها اللي جوا ومستغلينها اللي برا. لكن بصراحة يعني يستثنى من هذه البلد الجميل الإنسان السوري ودماء الإنسان السوري. هلا أنت يعني حكيت كلمة أنا بصراحة حسيت أنه أصابتني بشيء من الاستفزاز. يعني لما جيت ذكرت دولة المواطنة، أول شيء أبو خالد نحن متفقين على دولة المواطنة، شكل دولة المواطنة، كيف بتنصنع دولة المواطنة، شو هي قوائم دولة المواطنة، كيف القانون بيكون بدستور المواطنة، كيف الدستور بيكون كيف القانون بيكون بدولة المواطنة، وكيف الدستور بيكون بدولة المواطنة، كيف هي عقلية الجيش بدولة المواطنة، شو هي الأساسات اللي بتنبنى عليها السلطات في دولة المواطنة، كيف الإنسان بيعرف حقوقه وواجباته في دولة المواطنة، وشو هو اللي بيحدد هاي الحقوق والواجبات. هاي الأمور كلياتها بتتناقش. أولا إذا كانت ناقشت وطلعت صحيحة فبالضرورة يا صديقي العزيز الإنسان السوري بده يصير دمه غالي، لأنه هون هاي الحقوق اللي حكيت عنها كلياتها والمفاصل اللي حكيت عنها كلياتها
فبده يكون بالضرورة نتيجة هذا الشيء أنه هذا الدم مقدس، لأنه في كتير من القوانين اللي بدها تكون هدفها الأساسي هو الدم السوري. ومثل ما أنك شايف هلأ في سوريا ليس هناك شيء اسمه القانون، وإذا كان هناك شيء اسمه القانون فهو قانون أعرج أو أعور. يعني المهم أنت بتحط له شيء واحد من شيئين. إذا كنت بدك تفترض أنه القانون هو عيون، فللقانون بسوريا عين واحدة. إذا كان بتفترض أنه القانون قدمين فله قدم واحدة، أو أحيانا يعني أنا اللي شايفه واللي برجح أنه يكون ما في له عينين ولا في له رجلين ولا في له أي شيء على الإطلاق بسوريا، يعني لا يوجد قانون. فالقانون هو اللي بيحدد يعني سعر الدم السوري بصراحة. الشيء اللي صار في الماضي، خلينا معلش ناخذ استعراض بسيط جدا أبو خالد، ولو كان الموضوع بده يبدي طويل، لكن أنا أحيانا بتعرفوني مصمم إني أحكي بالطريقة اللي بدي أحكيها دائما. من 9 شهور لحد الآن، طبعا بداية فليعلم الجميع بأنه عند اللي بنحكي عن المرحلة الراهنة لا يعني أبدا بأنه سوريا بلشت بهالمرحلة هاي. سوريا هي مراحل، هلأ نحن بأحد المراحل، أما المراحل السابقة كمان كانت من 60 كلب وأسوأ من هاي المرحلة. لكن نحن هلأ عم نحكي عن الظرف اللي نحن عايشين فيه بالوقت الراهن. من 9 شهور حتى اللحظة يا أبو خالد هناك 3 أنواع من الانتهاكات تحصل على أرض سوريا بشكل دائم. أول انتهاك هو انتهاك بحق الإنسان السوري كاملا. الإنسان السوري ينتهك في كل مكان، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الإنسانية أو كل النواحي اللي بإمكانك تذكرها. ليس هناك إنسان سوري إلا وانتهكت حقوقه، وسقف هذه الانتهاكات كانت انتهاكات يعني تذهب باتجاه تصفية حياة الإنسان أو إنهاء حياة الإنسان. لكن لا يوجد إنسان واحد بمنأى عن هذه المهزلة السورية اللي نحن عايشينها بالوقت الراهن. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية اللي الإنسان دائما يفقد حقوقه فيها هي حقه الانتمائي. عند اللي بيكون الإنسان ينتمي إلى جهة أو اتجاه أو فكر أو عرق أو شيء آخر، فهو يشعر بأنه مهدد أينما ذهب وأينما حل وأينما رحل. وكان دائما وأبدا هذا الإنسان، تحديدا هذا الإنسان، عنده حالة قلق وخوف، فدائما وأبدا يحاول ينأى بنفسه. هذا صار بالحالة السورية في البداية. لكن اكتشف هذا الإنسان اللي هو الإنسان الانتمائي أنه حتى لو كان نأى بنفسه فهو ليس بأمان. وهذا اللي بيفسره حالة المجازر اللي صارت بسوريا خلال 9 شهور في كثير من المناطق السورية، بحق العلويين، بحق الدروز، بحق الكرد، بحق المسيحيين بالمناسبة كمان صار هذا الشيء، وبحق كل من ليس لديه حق ولديه حق، يعني الجميع. الحالة الثالثة اللي هي حالة الإنسان المستهدف كساعي بريد. هون بجوز تستغرب الحالة، الإنسان المستهدف كساعي بريد. أنت ما بتعرف حالك على الأرض السورية هون، بغض النظر عن أنك أنت بتنتمي لحدا أو ما بتنتمي لحدا. ممكن جدا أنه تكون أنت بسوريا مجرد رسالة بدها تقدمها الحكومة السورية أو حدا من الأرض السورية بده يقدم رسالة من خلالك. طبعا الرسائل اللي نحن نقدمها هي رسائل دموية، فحصلت كثير من الانتهاكات على الأرض السورية من أجل تقديم الرسائل، سواء كانت الرسائل ضمن سوريا ولا خارج سوريا ولا وين من كانت تكون. المهم الإنسان هو مجرد المكتوب، بتعرفوا المكتوب أكيد تتذكروه. يعني أنت مجرد الإنسان السوري بسوريا هو مجرد رسالة واتساب. هلأ حلت رسائل الواتساب بدل المكاتيب مثل ما بتعرفوا، فأصبح الإنسان السوري هو مجرد رسالة واتساب بتوجهها الحكومة السورية أو أي جهة موجودة على الأرض السورية. والرسائل الثلاثة اللي حكيت لك عنها يا أبو خالد هي رسائل دموية. ما في عنا نحن على الأرض السورية الحمد لله رسائل تتوجه بشكل آخر، لأنه بالأصل ما في عنا وسيلة ثانية لكتابة الرسائل. إيديولوجيتنا وعقلنا ما في رسائل ثانية، في رسائل دم بس تنكتب بالحبر الدموي. فهذا اللي كان يصير على الأرض السورية. في خطأ عند السوريين من زمن طويل لساته لحد الآن موجود بدماغهم وما عم يتحرروا منه، إنه عند اللي بيكون عبد الرزاق حج محمد علقان، أنا بتفرج عليه من بعيد وبقول عبد الرزاق هلق علقان، أنا ما لازم أعلق مثل حكايته. فالإنسان السوري بيروح بعيد وبيتفرج من بعيد وبيقول كفوني خيركم شركم. بعد فترة بتحصل عملية انتقال من عبد الرزاق إلى واحد تاني. مين الواحد تاني يا أبو خالد؟ هو اللي كان واقف من بعيد وعم يتفرج. أوكي، هو كان نفسه اللي واقف من بعيد وعم يقول خليها بعبد الرزاق وما تنتقل لعندي. وهيك اكتشفنا على الأرض السورية على هالبقعة
التعيسي اللي نحن عايشين عليها انه كلياتنا عايشين بهاي الحالة اللي هي حالة يعني اذهبوا بعيدا عني ودعوني وشأني. لكن عم تجينا هاي الحالة وكأنه في مخطط تباعا كله لازم يجينا كلياتنا جايين الدور واحد واحد واحد. وما بتوقع على الأرض السوري بالمناسبة أنه حدا نطلع من هالمرحلة اللي نحن موجودين فيها وهو آمن ويقول ليك أنا طلعت من الحالة كلها على بعضها وخلصنا من المرحلة وأنا ماليش دعوة وأنا طلعت ذكي. إنما كل ما في الأمر أنت قعود واستنى وجايك الدور يعني يوم اللي بيجيك الدور ما رح نحسن نقول إلا أنه نتعاطف معك. بصراحة ما في عنا غير لغة التعاطف، وذلك بسبب غياب الرؤية الجمعي والروح الجمعي والفعل الجمعي. هاي الأمور غايبة بسوريا كلها، إرادة شعبية. قصدك من أول كف عند العلويين ما راح يطلع منه شيء؟ من أول كف أكلوا أول إنسان سوري قبل 9 شهور. أول إنسان سوري بغض النظر عن كونه علوي ولا غير علوي. من أول واحد عوى بسوريا، من أول واحد عوى. أول إنسان سوري. ارجعوا لهديك الفترة، أنا ما عاد أتذكر بصراحة التفاصيل. ارجعوا لهديك الفترة اللي شفتوا فيها أول إنسان سوري على بينهان. كانت هي رسالة موجهة إلى الشعب السوري كله إنه كلكم جايكم الدور وعندكم خيارين، يا أما إنكم تقبلوا بالإهانة وترضخوا للإهانة وتنبسطوا بالإهانة وتهللوا وتشجعوا الإهانة اللي هي إهانتكم، يا أما أنتم جايكم الدور بنفس الطريقة اللي هذا الإنسان عم تشوفوه قدامكم. على كل حال السوريين برجع بقول لك مرة تانية إنه هني ليس لديهم إرادة جمعية. هلأ السوريين بيعترضوا على هذا الكلام. لا، نحن عنا إرادة جمعية. شو هي إرادتك الجمعية؟ إرادتي الجمعية إنه أنا معترض على هذا الشيء. بصراحة هذا الاعتراض هو طريقة التعبير اللا بشري. يعني مثلا التجمعات الحيوانية أبو خالد عند اللي بيهجم عليها أحد الحيوانات الضاري واللاحمي، فماذا تفعل؟ لديها إرادة جمعية وهي الهروب. هي كلياتها بتكرهه لهذا الحيوان وكلياتها بتعرف أنه جاي ليفترسها، لكن ما بتوقف قدامه وما بتحاول أنها تحمي نفسها منه، فبتهرب. إرادتها الجمعية هي الهروب. هاي الحيوانات بداخلها هدف نبيل وهو كره هذا المفترس. كونك بتكره أنت المفترس فأنت لديك هدف نبيل، ولكن ماذا فعلت؟ الإرادة الجمعية هي الفعل وليست فقط الشعور والإحساس والتفكير والإرادة. اتخاذ القرار ومن ثم بعد القرار الذهاب باتجاه الفعل الحقيقي. هذا الفعل مو موجود عند السوريين كشكل جمعي. لهذا السبب ليس للسوريين إرادة جمعية. بقى مشان هيك لا تزعلوا، لأنه الحقيقة نحن هون بنجتمع مع باقي أولاد عمنا اللي هن المملكة الحيوانية الأخرى أو الممالك الحيوانية الأخرى. هاي هي الإرادة الجمعية اللي موجودة عنا. بكل الأحوال إذا بتتذكر من فترة زمنية طويلة، صارت طويلة لأنه الفترة الزمنية كلها اللي عايشينها نحن 9 شهور لحد الآن، فعند اللي نقول مثلا من 4 شهور و5 شهور تعتبر طويلة. من 4-5 شهور مثلا المسيحيين تعرضوا للانتهاك، أليس كذلك؟ خلينا نتذكر شو اللي صار في هذيك الأيام. في هذيك الأيام يا أبو خالد حصل اعتداء على أحد الكنائس اللي هي من الكنائس الأساسية للمسيحيين بسوريا. ما بهم طبعا شو هو معتنق المسيحيين سواء كانوا من الشرق ولا من الغرب، المهم المسيحيين. ألم تلاحظ يا أبو خالد أنه في تلك الأيام حصلت جعجعة كبيرة جدا ومن ثم انتهت هذه الجعجعة خلال أيام؟ تتذكر هذا الحكي ولا ما بتتذكروا؟ شو صار يا معلم؟ ما نعرف شو صار. على كل حال هذا الذي حصل. لكن للأسف الشديد يعني الحقيقة بعد هذا الانتهاك هل أصبح المسيحيين في مأمن؟ يعني أوكي المسيحيين سكتوا في سوريا. طبعا عند اللي بنقول المسيحيين هون يا جماعة رجعوا لكلامي بالبداية وراح تفهموا أنه هي تعبير عن الحال السوري. عند اللي بنقول المسيحيين كل واحد يحط حاله بمكان المسيحيين كمنتمى، أوكي، كانتماء. حصل سكوت كبير جدا على الأرض السورية ولم يتحرك أحد ولم نعرف ماذا حصل بعد ذلك أبدا. هل في هذه الفترة الزمنية كان المسيحيين سعداء في سوريا؟ طبعا هلأ بدها تختلف الإجابات، ناس بدهم يقولوا سعداء، ناس بدهم يقولوا من سعداء، لكن المسيحيين بحد ذاتهم شو ممكن يقولوا عن هذا الموضوع؟ هل كانوا سعداء؟ هل كانت الانتهاكات التي تحصل على الأرض السورية يستثنى منها المسيحيين؟ يعني كونه أنه أكلوا ضرب كتير كبيرة على الأرض السورية وبعدين المسيحيين قالوا خلص حاجتهم أمورهم تمام؟ لا أبدا، المسيحيين ظلوا يعانوا مثلهم مثل غيرهم. أوكي، بعد فترة زمنية طويلة اكتشفنا أنه في شوية ضغط على المسيحيين في بعض المناطق.
شو معنات هذا الحكي؟ أنا بدي أدرسه منطقيا، هلا ما بدي أدرسه لا من وجهة نظر أحمد الشرع ولا من وجهة نظر عبد الرزاق حج محمد ولا حدا ثاني. خلينا نتخيل أنه المسيحيين ذات يوم توجهت له رسالة قوية جدا. خلينا نتخيل أنه المسيحيين فكروا بأنه نحن ما بدنا نكون في وجه هذه السلطة ولا أي سلطة تاني، نحن جماعة غير قادرين على أن نفعل شيء. خلينا كمان نتوقع أن السلطة السورية درست الواقع بهذا الشكل. قديش صار لها الفترة الزمنية اللي المسيحيين جرحهم الأول حصل فيها؟ شهور. طيب المسيحيين بدهم اختبار لحتى نشوف هل هن صاروا منيحين ولا ما صاروا منيحين، بدهم اختبار. فبعد فترة لابد أن يكون هناك اختبار، وبالمناسبة هذا سوف يكون قاعدة للجميع. أوكي، كل حدا تم اختباره بجرعة كبيرة جدا وقوية جدا، بعد فترة سوف يتم اختباره بجرعة ثانية بعد مرور وقت حتى نكتشف هل تعلم الدرس أم لم يتعلم الدرس. أوكي، طيب هلأ بيحصل الاختبار الثاني اللي هو جس نبض الفكرة اللي ظهرت من جديد، مش الفكرة القديمة، الفكرة اللي ظهرت من جديد. فيتم اتخاذ إجراءات على ضوءها، يا إما منحط ختم لهذا المكون أو هذا الانتماء أو أي شيء، بنحط له ختم إنه خلاص حطوه على الشمال، هذا خلاص مشي حاله زبط أموره تمام. يا إما منقول إنه الأمور ما ينافع معه ويجب أن يكون هناك سياسي واضحة وعلني ويعني تكون بمنتهى الوقاحة. فلا أدري ماذا يمكن أن يحصل مع جميع المكونات السورية، لأنه هذا الموضوع بياخذ حيز كتير كبير من التفكير عندهم، وبيهمنا أنه ياخذوا القرار الصحيح. على أي حال هذا الحكي كلياته كان حكي توصيفي. أوكي، هذا الحكي كلياته على غرار ما حصل مع العلويين، اكتشفوا بالأخير أنه العلويين صاروا كويسين وصاروا سنة ومشي حالهم خلاص. ما بعرف إذا كان العلويين ولا غير العلويين. هلا خلينا نحكي عن الكل. أوكي، شو رأيك إنه ما نخصص حدا عند اللي بنحكي؟ تمام، بس هي مثال، ضربت مثال إنه اختبروهم بعد فترة. لا أنا قلت عند اللي بنحكي أي مثال، فهذا المثال أبو خالد العزيز كل واحد يحط حاله في هالمكان اللي هو نحن عم نختاره كمثال. على أي حال هذا كان توصيف للواقع السوري وللرؤية السياسية السورية. كمان بدي أحكي عن شغلة تاني. هذا الحكي بخص اللي مؤيدين الدولة السورية. اتركونا من الحكي اللي حكاه واحد اسمه عبد الرزاق حج محمد هلا قبل 5 دقائق، ووصف الواقع السوري كما هو أو كما يراه. خلونا نفكر في دور الدولة. لو سألتكم أنتم شو دور الدولة، شو دور الدولة استنادا لحق الإنسان، شو دور الدولة، مش لحقوق الإنسان، لدور الدولة. أنا بدي أتحدى إذا كان أي حدا منهم وين من كان موجود وشو ما كان مستوى التفكير تبعه، إذا بيقول شو هو دور الدولة استنادا للإنسان، استنادا للإنسان الفرد، شو هو دور الدولة؟ في للدولة 3 أدوار هاي لازم تقوم فيها الدولة. إذا الدولة قامت ب2 وواحد ما قامت فيه، بالضرورة هذه الدولة سيئة النية. تخيل إذا كان 2-1 الدولة سيئة النية، تمام؟ وإذا كان النتيجة، برجع بقول مرة تانية، 2-1، فالدولة تصنف على أنها دولة منقوصة ومجرمة. ليش مجرمة؟ لأنه جريمة الدولة أبو خالد ليس الفعل ولكن إنكار الفعل، يعني أنه ما تأخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يحصل فعل. الدولة لها 3 أدوار: قبل، عندما، بعد. برجع مرة تانية: قبل، عندما، بعد. إذا كان هدول 3 أدوار ما قامت الدولة فيهن على الشكل الأكمل، فبالضرورة تتحمل الدولة مسؤولية كل شيء. أوكي؟ مسؤولية كل شيء. يعني إذا كان واحد قتل واحد في آخر سنتيمتر من سوريا، أوكي؟ تخيلوا هاي الجغرافيا السورية، في أكيد منطقة دائما هي آخر سنتيمتر، أليس كذلك؟ تابع لسيادة الحكومة السورية. إذا كان واحد قتل واحد في آخر شبر أو سنتيمتر من الأرض السورية، إذا الدولة ما يقايم بهالإجراءات 3 اللي هن قبل، عندما يعني الوقت نفسه منتصف الحدث، بعد، فالدولة تتحمل مسؤولية قتل هذا الإنسان وليس القاتل.
طبعا لا ينقص من مسؤولية القاتل شيء مشان تفهموني صح، ولكن تتحمل الدولة مسؤولية كل شيء. شو هن الأدوار الثلاثة؟ قبل حدوث الفعل يجب أن يكون هناك منظومة قانونية تمنع الفعل بكل الوسائل. يجب أن يكون هناك منظومة قانونية تمنع الفعل. أثناء الفعل يجب على الدولة أن تحقق وتقدم الفاعل إلى المحاكمة لينال العقوبة استنادا للقانون الموضوع سابقا. تمام؟ بعد الفعل القيام بإجراءات تصنف هذه الإجراءات بأنها إجراءات لوجستية نوعا ما، يعني هي نوعا من الإعلام أو نوع من الإظهار البروباغندا الخاصة بالدولة من أجل أن لا يتكرر الفعل. تمام؟ هاي أدوار الدولة ثلاثة. أنا بدي أسألكم سؤال بمنتهى البساطة، هل حصل 1 أو 2 أو 3 لحد الآن على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الجمعي؟ هل حصل هذا الشيء؟ فإذا من الناحية العملية والنظرية سواء تتحمل الدولة السورية مسؤولية كاملة عن كل ما يحصل على الأرض السورية بدون أن نناقش أو نفكر أو نحاول أن نقول بأن هذا هنا جيد وهذا هنا ليس جيد. هذا برجع بقول مرة تانية مش كلام واحد بيطلع بيحكي على التيك توك وبيقول للعالم اسمعوني، يعني مو كلامي أنا، هذا الكلام هو الكلام الحقيقي والمنطقي اللي موجود في أبجديات صناعة الدول. هذا اللي أنا بعرفه. هلأ ننتقل للمرحلة الثالثة. أول شيء يا أبو خالد، ما قامت الحكومة السورية حتى اللحظة بأي إجراء اسمه إجراء دولة المواطنة، إلا مشان أكون واضح جدا معك ومشان ما أظلم الدولة السورية كمان. لا تظلمني يرحم أبوك، لا أظلمه. لا أنا كل شيء الله ظلم، أنا كل شيء الله ظلم. أوكي، أنا كل العالم تعرفني بشرب قهوة كتير. تمام؟ ليك قهوتي عندي على طول وقهوتي دائما جنبي، وبالمناسبة هي طيبة كتير. هاي شو اسمها؟ اسمها قهوة، ما هيك؟ في حدا بالدنيا كلها بسميها اسم تاني؟ اسمها قهوة. حتى لما بننقله من دولة لدولة أو من لغة للغة بنترجمه ترجمة، صح؟ أوكي؟ يعني مثلا قهوة باللغة الإنجليزية اسمها كافيه أو كوفي. تمام؟ والاسم اسم المكان اللي بتتقدم فيه القهوة باللغة العربية اسمه المقهى، باللغة الإنجليزية اسمه كافي شوب، يعني دكان القهوة. أوكي؟ يعني الموضوع نفسه. أوكي؟ الموضوع نفسه. هون بهالحالة هاي الدولة إيه عم تشتغل؟ كيف عم تشتغل الدولة؟ برجع لمثال القهوة تبعي. هلأ إذا جيت أنا قلت لكم إنه هاد اللي عم بشربه أنا هو ولنفرض زهورات، فأنا عم بقول لكم إنه هو زهورات. أوكي؟ أنا بدي أقنعكم إنه هو زهورات. هون بقى في مسؤولية عليكم أنتم. إذا كنتوا أنتم مجانين تقتنعوا إنه هي زهورات. إذا كنتوا مجانين تقتنعوا إنه هي زهورات، وبتصيروا من هون وهيك بتقولوا عبد الرزاق حج محمد بيشرب زهورات. أوكي؟ يعني بتصدقوا عبد الرزاق حج محمد لمجرد إنه أنتم مثلا ممكن تكونوا بتحبوا عبد الرزاق حج محمد، ممكن بتصدقوا. الدولة السورية عم تتصرف بهالطريقة هاي، دائما وأبدا تتحدث وتبرر كل شيء، وبعد أن تبرر يصدقها الكثير من السوريين على مبدأ أنا دائما بسميه بالفيديوهات تبعي على عمياني حبيتك، يعني أشو من حكيت أنا بحبك أحكي اللي بدك إياه، بهالطريقة هاي. فالحكومة السورية ما عملت لا قانون ولا عملت سلطة ولا عملت دولة مواطنة ولا عملت دستور ولا عملت أي شيء، وعم بتقول للإنسان السوري إنه أنت لازم تكون بأمان. في وقت حدوث أي شيء الحكومة السورية تذهب باتجاه تضييع المشكلة وتمييعها بالوقت. بعد حدوث الحدث بدل أن تفرض سيطرتها وهيمنتها اللي بتمتلكها من القانون اللي هو موجود عندها، بتروح الحكومة السورية باتجاه نقل الأزمة إلى مكان آخر. هل لاحظت هذا الشيء؟
نقل الأزمة إلى مكان آخر. أنتم ما لاحظتوا على الصعيد السوري أنه نحن عم ننتقل من أزمة لأزمة؟ بالحالات الطبيعية بننتقل من الأزمة إلى الاسترخاء، يعني بنحل الأزمة وبنقول يا جماعة عليك الوضع صار منيح، خلاص بقى نحن شعب كويس ونحن كلياتنا حكومي وشعب متوحدين والأمور عنا تمام. لكن نحن بسوريا بننتقل من أزمة لأزمة، يعني نحن في داخل سوريا عم نصدر الأزمات من مكان لمكان. ومين اللي عم بيعلق الشعب السوري. فنحن الشعب السوري مكان لتصدير الأزمات، فاللي بيكون بالوقت الراهن هو وقت تصدير الأزمة له لا يزعل. لأنك أنت مبارحة كنت أنت عم تتفرج على حدا تاني كانت الأزمة عنده وما كنت كتير مهتم بالموضوع، أليس كذلك؟ أليس هذا ما يحصل؟ الحقيقة أنه هاي الأمور اللي عم تحصل بشكل يومي ونحن ما بدنا نصدق أنه هي موجودة بكل الأحوال. هذا بيعطينا مسؤولية كتير كبيرة لازم نفكر فيها. طيب أنا سمعت أنه باليومين الماضيات، هيك سمعت يعني يا أبو خالد، أنه تم قتل شابين مسيحيين، أليس كذلك؟ لا تقول يا زلمه، معقول بسوريا المواطنه؟ أنا قلت سمعت، أنا بدي أتأكد منكم، أنا بدي أتأكد، أنا عم بسأل، أنا زلمة عايش بأوروبا، مثل ما حكى لي واحد من يومين أنا عم بلبس ماركات. ابو اسامه، هدول السوريين منغوجين، هن بيموتوا لحالهم وبيتهموا الدوله. يا اخي ما حد قتل حدا. طيب طول بالك، طيب طول بالك. خلينا نعمل يعني انفستيجيشن، خلينا نعمل تحقيق، خلينا نحن اللي عايشين باوروبا خلي الحقيقه توصلنا يا ابو خالد. أوكي؟ طيب تفضل لنشوف، تفضل. أوكي. عم قلت لك ست لوسيان هن قتلوا حالهم، ما الدوله ما لها علاقه. اوكي طيب اوكي كويس كثير. في عنا 3 شباب سوريا من 9 شهور لحد الآن أمن وأمان واسترخاء وما صار فيها شيء. أوكي. في عنا 3 شباب أزهقت أرواحهم. كيف أزهقت أرواحهم نحن ما بنعرف، أليس كذلك؟ نعم صحيح؟ طيب خلال 9 شهور الماضية يا أبو خالد كانت سوريا بلد الأمن والأمان، أليس كذلك؟ يا زلمه كانت العالم تروح على البحر، شو بك انت؟ اوكي فاذا كلامي صحيح. طيب هدول 3 شباب يجب علينا ان نعرف كيف ماتوا ومين اللي قتلهم، ويكون في تحقيق شفاف. اوكي، وتعطينا الحكومة اسباب موت هؤلاء الشباب، لانه نحن في الماضي ما كان عندنا هاي الشغلات وتفاجئنا فيها يا ابو خالد. يعني انا قاعد باوروبا بال9 شهور الماضيت مليت من كتر الفراغ اللي عايشين السوريين بالرفاهية بحياتهم، وحتى الإنسان السوري يعني ما بيفكر أبدا بأنه يعمل مشاكل، لأنه الإنسان في حالة تقتل لك هيك شيء 10 وأنت ماشي. طيب أوكي، نحن تفاجأنا بمقتل شباب من الطائفة المسيحية. فهمي. أوكي، هدول الشباب مين قتلهم؟ مين اللي بيتحمل مسؤولية أعطاء الحقيقة مين؟ والله يا أبو أسامة، السيد الرئيس قال شو دخلنا، شو نحن قتلنا العالم؟ في حدا بيتحمل بسوريا لحد اللحظة مسؤولية إعطاء الحقيقة؟ يعني هل عندما يحصل هذا العمل في سوريا هناك من يحقق ويقدم المجرمين إلى القانون؟ هل هذا الشيء متوفر في سوريا؟ ليس متوفر بسوريا؟ والله بدي أعتذر منك يا أبو أسامة، ما وصينا على الشغلات هيك. اوكي طيب اذا كان الموضوع لانه امازون بسوريا مو شغال، الترقه بيجيبوها من امازون هي. اذا كان الموضوع بهالشكل هذا فاذا هون بدنا نناقش موضوع ثاني، بدنا نروح. لا تقول لي لعند القيصر بوتي. بدي يروح لعند القيصر بوتين. خلال ال9 شهور الماضية كان عند أي قيصر؟ عند نقيضه. عند نقيضه. في عندنا قيصر كاثوليكي أو بروتستانتي، ما بعرف ترى شو سماه هذاك يا أبو. واحد بروتستانت وواحد. أوكي نعم. طيب أوكي. أنا قبل شوي قلت لك شغلي إنه الإنسان السوري هو مجرد رسالة واتساب، تتذكر الحكي هذا؟ نعم. اوكي، خلينا نشوف كيف انه الانسان السوري بيكون احيانا رسالة واتساب من غير ما حد يعرف. طبعا هذا التحليل رقم 1، في تحليل رقم 2، يعني لا تستعجل علي. اوكي،
طيب عند اللي بخاف أنا من حدا، ماشي، عند اللي بخاف أنا من حدا، فأنا بمين بهدده؟ نقيضه. بهدده بنقيضه. طيب إذا كان اثنين موجودين عندي على الأرض السورية، يعني مثلا على سبيل المثال إذا عندك أنت حقل حنطة وحقل درع، أوكي، إذا عندك حقل حنطة وحقل درع، أنت بتملك حقل حنطة وحقل درع، وأنا جيت بدي هددك، بحرق لك حقل الحنطة، فأنت عندك خيارين، عندك خيارين، يا إما تكون أعصابك مستفزة وتجي تعمل لي مشاكل، يا إما تفكر إنه أنا بدي حافظ على حقل الدرع، أنا هلأ ما بدي أعمل مشاكل. تمام؟ عم تفهم علي ولا ما بتفهم علي؟ أنا معك 100%. أوكي. بتكون المشكلة أكبر إذا كان في حقل حنطة وحقل درع وكل واحد مملوك لشخص، وأنا بدي أوجه رسالة بصاحب حقل الدرع لصاحب حقل الحنطة. شلون بدي أقول له أقنع هذا بها؟ تمام؟ فهمت علي اللعبة شلون؟ إذا كان في اثنين، واحد عنده حقل حنطة وحقل درع، عم نحكي حكي زراعة، حدا بيزعل من حكي الزراعة؟ ما شو بدنا بالدولة، ما لنا علاقة. وهاي شو بدنا بالدولة؟ هاي مشاكل بتصير في عنا بتضيع كتير، وانا زلمه ضياعجي كلياتكم تعرفوني، انا ابوي فلاح وانا فلاح ونحن فلاحين راح نضل فلاحين لحتى تقوم الساعه. اوكي. اذا كان بتصير مشاكل بالضياع، فبيجوا مثلا على سبيل المثال بيحرقوا لواحد ارضه، بيكون الثاني قال بدي هدي الامور قبل ما تنحرق ارضنا. هدول الجماعه بيحرقوا. فهمت؟ خيو حكيون هيك بالمشرمحة للشباب. انا شايف انه يعني انا متاكد خيو حكيون بالمشرمحة لانه عم بقول خيو نحن فهمنا قد حكينا تهبلونا الغاز وما الغاز، احكي له خيو. لا ما ندرويش ابدا. اكثر شغله بتعجبني في السوريين انه بيدعوا الدروشه وهن ما ندرويش ابدا. تمام؟ ليك جماعتك تحت ايدي، طبعا هذا الحكي بينحكى لاكثر من واحد، يعني مش لواحد بس، يعني القيصر هاد والقيصر هاد. جماعتك تحت ايدي، اذا كان انا بفلت الكلاب الجوعاني بياكلوهن، بس انا ما بدي افلت الكلاب الجوعاني. تمام؟ بس بامكاني اثبت لك هذا الموضوع من خلال حركه صغيره. اوكي؟ وبالتالي بتوصل الرسالة. 3 أيام فقط لا غير، ما بخلي من جماعتك حدا على الأرض أبدا. وبالنهاية أنا ماني خسران شيء لأنه ما عندي شيء. وبالنهاية ماني خسران شيء، بالنهاية أكيد ماني خسران شيء. فبتكون القضية جماعة، يعني المجموعات تبع الواتساب بيوجهوا رسائل لبعضهم بهالشكل هذا، يعني القضية مثل إذا كانوا نحن موجودين على مجموعة واتساب وعم نوجه رسائل، صدقني فقط لا غير. فالموضوع الحقيقة هو توجيه رسائل فقط لا غير للأسف الشديد. هذا التحليل رقم 1. التحليل رقم 2. بس بعد إذنك أبو أسامة، شباب بعد ما يخلص أبو أسامة من التحليل رقم 2 راح أصير أخذ أسئلتكم. خلص تكرموا، علق الخاص عندي تبشره. تفضل أبو أسامة. يكون أبو أسامة ريح دخل